تعالوا نعرف يا أصحابي إزاي ماما العذراء خلت البطيخ يطلع في ليلة واحدة. أثناء ما العائلة المقدسة هربانة من أرض مصر كانوا معديين على منطقة اسمها العزبوية. كانت العزبوية في الوقت ده عبارة عن غيط كبير قوي. لقوا وقتها صاحب الأرض كان موجود وبيزرع البذر بتاع البطيخ، فالعائلة المقدسة سلموا عليه وقعدوا شوية معاه علشان يرتاحوا. صاحب الغيط ضيفهم وأكرمهم، وماما العذراء والطفل يسوع باركوه. ماما العذراء حكت لصاحب الغيط إيه سبب هروبهم من أرض مصر، والراجل ده اتعاطف معاهم جدا وحب الطفل يسوع. وماما العذراء قالت له النهاردة انت بتحط بذر البطيخ، لكن بكرة هيعدوا عليك ناس هيسألوك علينا. ما شفتش عيلة كان معاها طفل صغير معدين من هنا؟ لما يسألوك قول أيوة، ولما يقولوا لك إمتى شفتهم قول أنا شفت العيلة دي لما كنت بحط بذر البطيخ في الأرض. وحصل فعلا تاني يوم الصبح صحي الراجل ولقى البطيخ كبر واستوى، وبعدها دخلوا عليه جنود سألوه ما شفتش عيلة كان معاها طفل صغير كانوا معدين من هنا؟ الراجل قال أيوة شفتهم لما كنت بحط بذر البطيخ في الأرض. الجنود زعلوا جدا وعرفوا إن العيلة دي عدت من فترة طويلة، لأن يا أصحابي البطيخ بياخد شهور علشان يستوي ويكبر. وعلى طول رجعوا الجنود لبلدهم.